عالم مقبل على تحول عظيم، وهاي الكلمة أؤكدها أول ليلة ذكرتها لكم، وأنا أؤكدها وأنا أعني ما أقول. أنا لست من علماء الغيب أو الذين يعلمون الغيب، الغيب لله ولأهل البيت، لا، ولا أضرب لكم كما يقول المنجمون، ولست من الوقاتين اللي يوقتون، لا 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 لا, لا. المسألة أكبر أكبر وأكبر، أنه هذا العام 2023 ستشاهدون أحداثا وحوادث عظيمة تقع في هذه السنة ما مرت بالتاريخ كله، تغير العالم كله. هالسنة هاي أنا أعني ما أقول، ما أقول الإمام راح يطلع بهالسنة، اسمعوا كلامي جيدا، إنما أنا أحذر المؤمنين والمؤمنات أن يسترسلوا بالإهمال والتساهل في لا 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 أبدا. أنت عليك مسؤولية كبرى، الوقت مو وقت والله راحة وأريد أنام ولا تذكرني، لا، مستحيل. أمامك أحداث جسام، أمامك زلزال يشيب الأطفال، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يشيب الأطفال ويقطع الأرض. وبنهج البلاغة يذكر الإمام سلام الله عليه، يقول لهم: أحذركم من يوم يكثر فيه الزلزال وتفحص فيه الأعمال وتشيب فيه الأطفال. شايف طفل عمره 5 سنين يطلع شيب براسه؟ الإمام يقول هذا الشيء راح تشوف، شاهدوا. مو مسألة والله أنا خليني مسترسل مرتاح ما أفكر، ما ممكن، ما ممكن أحبتي. الكون كله ينتظر ظهور إمامك، عندك إمام عظيم الله سبحانه وتعالى ادخره لإصلاح العالم، كل شيء بالوجود ينتظر الإمام، حتى الشمس، هاي الشمس لاحظها، والشمس تجري